السطوري اللي دازت شفنا كيفاش المغرب حل ديورو الجزائريين في خمسينات القرن الماضي، وكيفاش مدينة وجدة كانت هي السند والظهر للثورة ضد فرنسا. التاريخ كيشهد باللي المغرب تقاسم الخبز والدم مع خوتو بلا حساب، ولكن واش تخيلتي يجي نهار ويطرد هذا الخير بوحدة من أبشع الجرائم الإنسانية في التاريخ الحديث؟ نهار 18 دجنبر 1975 بالتزامن مع عيد الأضحى، النظام الجزائري برئاسة هواري بومدين أعلن على قرار ترحيل جماعي المغاربة المقيمين في الجزائر. القرار جاء مباشرة من بعد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 واسترجاعنا للصحراء. وهنا جات هذه العملية اللي توصفت في المغرب بالمسيرة الكحلة، واللي أدت لطرد ما يقدر بين 300 و 350 ألف مغربي حسب تقديرات رسمية مغربية وتقارير حقوقية. أنا أسكن هنا في الغرب الجزائري في ولاية بين تلمسان وبالعباس. إخواننا الذين درسوا معنا ولا يبنى معهم والصيبة قضيناه مع بعض. شوف يعني قرار أهوج، صلينا الصبح فإذا بسيارات الجيش وسيارات الدرك الوطني تدق الأبواب على الجزائريين. هذا بالنسبة لنا جزائريين. نحكي عن المغاربة أنت اللي عايشين هناك. بعدين احنا عرفنا هذو أنه مغاربة، ما عمرنا ما كنا نعرف أن هذو مغاربة. البشير والدرويش وقويدر وعمي المعرة. السلطات الجزائرية بررت القرار بأنه رد سياسي، حيث اعتبرت المغرب دار تحرك أحادي في ملف الصحراء، ولكن التنفيذ كان صادم. عائلات تفرقات، ممتلكات خلاوها موراهم، واشخاص تولدوا في الجزائر ولقاو راسهم فجأة مجبورين يرجعوا للمغرب بلا سابق انذار. بزاف منهم كانوا عايشين تما، ومنهم اللي عندهم روابط عائليه مختلطه بين البلدين. العلاقه بين المغرب والجزائر اصلا كانت متوتره من بعد حرب الرمال 1963، ولكن احداث دجنبر 1975 زادت عمقت الجرح. تقارير حقوقيه مغربيه كتعتبر هذا الترحيل اكبر عمليه طرد جماعي في العلاقات المغربيه الحديثه، والملف بقى مطروح لسنوات طويله كقضيه انسانيه مازال ما تسداتش بشكل نهائي. المفارقه التاريخيه مؤلمه الصراحه. في 1954 المغرب استقبل الجزائريين باش يتحرروا، وفي 1975 النظام الجزائري كيطرد المغاربه باش ينتقم. هذه ماشي هضره ديال الفتنه، هذه صفحات من التاريخ ديالنا خاصنا نقراوها باش نعرفوا شكون ديما اللي كيمد يد الخير للاخر وشكون اللي كيردها بالغدر. حنا مغاربه كنديروا الخير وكنساوه، ولكن الذاكره ديالنا عمرها كتموت. هذا مكان معكم يونس قاسم وتهلا.